السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة الكريم كراميل الجاهز. انا عملته معاكم قبل كده في البيت. يلا بينا نشوف احنا هنعمله ازاي. عندي هنا 3 بواكي من الكريم كراميل الجاهز. طبعا كل باكو بيحتاج كوبايتين من الحليب. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنجيب عندي قالب، اي قالب عندك، وهنحط فيه الكراميل. طبعا الكراميل ده بيكون موجود مع الباكو. هنفضي ال3 بواكي في قعر القالب. طبعا لو عايزه تعملي الكريم كراميل ببولات، هنحط في كل بوله شويه من الكراميل ونضيف عليه عادي السوائل بتاعتنا. بس انا عشان عندي ضيوف فانا هعمله كله في قالب واحد. هنضيف ال3 بواكي وبعد كده بقى هبتدي اوزعهم كويس جدا في القالب. كده بالشكل ده. لازم الكراميل بتاعك يتوزع في القالب كله. كده خلاص احنا وزعنا الكراميل بتاعنا في القالب اللي احنا هنعمل فيه. هجيب عندي بقى بعد كده حلة فيها اللبن بقى بتاعي. طبعا احنا قلنا كل باكو بيحتاج كوبايتين، دول 6 كوبايات من الحليب. هضيف فيهم ال3 بواكي كريم كراميل. كده خلاص انا ضفت ال3 بواكي. هبتدي بقى اقلب كويس جدا الكريم كراميل بتاعنا في اللبن على البارد لحد ما اتاكد انه داب كويس جدا في اللبن. هفضل اقلب فيه لحد ما الاقيه خلاص اختفى عندي وداب. وبعد كده هنرفعه على النار لمدة 3 دقايق. اول ما نلاقيه بيغلي هنيجوا شايلينه على طول. عايزه تضيفي فانيليا، انا ضفت باكو من الفانيليا، مفيش مشكله. كده انا خلاص حطيته على النار وضفت له باكو الفانيليا. كده خلاص الكراميل بتاعي غلى على النار، حطيته لمده 3 دقايق. هضيفه بقى في القالب. انا كده حبيته ليله في التلاجة، يعني انا مش مستعجله عليه. ممكن تسيبيه ساعتين 3 هيبقى مية مية معاكي كويس جدا. بس انا عاملاه من بالليل وحبيته بقى في التلاجة لبكره ان شاء الله. كده انا هسيبه بقى لما يبرد تماما وبعدين هدخله التلاجة وهطلعه لكم واقلبه واوريكم شكله النهائي عامل ازاي. انا عملت معاكم الكريم كراميل البيتي قبل كده. ده الكريم كراميل الجاهز. طبعا شايفين شكله ما شاء الله بعد ما قلبناه جميل جدا برضو. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. وبكده بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم نورة وليد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.